ابل هتدفع لك 2 مليون دولار لو اكتشفت ثغرة واحدة في منتجات ابل. شركة ابل الفترة الأخيرة ضاعفت جايزة برنامجها لاكتشاف ثغراتها من مليون ل 2 مليون دولار لكل حد يكتشف ثغرات تجسس متقدمة ما بتحتاجش أي تفاعل من المستخدم. يعني لو في ثغرة تقدر تخترق جهازك من غير ما انت تحس او حتى تحتاج تتبعت لك في لينك او رسالة وانت تضغط عليها، فهي دي الثغرات اللي الشركة بتحاول تتجنبها. الشركة عملت كده لأنها لاحظت زيادة كبيرة وتطور في شكل الهجمات من النوع ده في الفترة الأخيرة، وحرصا برضو على أنها تكون أأمن نظام في أنظمة التشغيل، السمعة اللي بنيتها على مدار سنين. ومش كده وبس، ده كمان لو اكتشفت ثغرات أخطر زي تجاوز وضع الحماية في متصفح سفاري أو اكتشفت خلل في البرامج التجريبية، أبل هتدفع لك 5 مليون دولار. وعلى فكرة مش بس ابل اللي بتعمل جوائز بالشكل ده، شركات كبيرة بتدفع مبالغ ضخمة كل سنة عشان يطوروا حماية أنظمتهم ويكتشفوا الثغرات فيها قبل ما يتم اختراقها. شوف بقى الدولار النهاردة عامل كام. قول لي هتعمل ايه لو كسبت الجائزة دي دلوقتي. ما تنساش اللايك والفولو عشان تعرف الجديد في عالم التكنولوجيا والاي اي.